السلام عليكم. اتسألت سؤال من حد قريب مني قوي. هو تقريبا هو ورا الكاميرا وبيصور. آه، بيقول لي ايه، هو طبعا في كلية تربية، فبيسألني سؤال وبيقول لي هو اي حد دلوقتي بيشتغل مدرس؟ اي واحد كده بيشتغل مدرس عادي؟ مش المفروض يكون خريج تربية عشان كلية التربية هي اللي بتخرج المدرسين والكلام ده؟ فالسؤال ده في الحقيقة مش سمعته منه بس، وسمعته من ناس كتير جدا يعني، بسبب المدرسين كتير اللي هم شايفينهم والكلام ده. طيب، نتكلم في الموضوع ده، هرد عليه، بس هنتكلم في الموضوع ده إجمالا يعني. الناس كتير كانت مستغربة من ناس، يعني مثلا يقول لك ايه، الدنيا زي ما تقول الحنفية فتحت فبقت مدرسين كتير جدا. الموضوع ده مزعل ناس، او الناس لها رأي فيه شوية. يقول لك الشغلانه زي ما تقول، يعني اسف لفظ، عيلت، كل من هب ودب بقى مدرس والكلام ده. عايز بس اقول حاجه بالنسبه للبدايه ديت. اولا، مش كل من هب ودب بقى مدرس ولا حاجه. اللي اشتغلوا مدرسين دول تقريبا كلهم خريجين جامعات كويسه، وده حد بيدور على اي شغل حلال، فهو لا قدامه المجال ده بيحاول يشتغل فيه ويثبت نفسه فيه. يعني بيحاول يجرب ويحاول يعمل شغله ويحاول يتعب وعشان يكون مدرس، وفي الاخر ما بيضربش حد على ايده. يعني لو الطالب اقتنع بيه بيروح له، ما اقتنعش خلاص بيسيبه، مفيش حاجة يملكها عليه يعني. فهو بيجرب يشتغل، هيعمل ايه يعني؟ وبعدين خريج جامعة يعني، لسه مش صغير يعني، راجل بقى خريج يعني، بقى على ابواب العمل، هيعمل ايه؟ فهو اللي بيعمله صح، بيجرب، بيشوف مجال عمل بالنسبة له، شايف ان هو بالنسبة له كويس. طيب، مش هطول في دي دلوقتي، ولكن نرد على السؤال اللي هو هل مش لازم يبقى خريج كلية تربية؟ طيب، انا هقول رأيي الشخصي. انا رأيي الشخصي ان لا، مش لازم يكون خريج كلية تربية. طب ليه؟ اولا، شغلة التدريس او مهنة التدريس دي هي فن توصيل المعلومة. فن توصيل المعلومة. اللي بيستطيع راجل خريج كده ويستطيع شاف المنهج وعرف يوصله للطلبة بطريقته، طريقة سهلة، طريقة مبسطة، وطريقة كذا، وهو قيمة وحاجة كويسة ويقدر يوصل بشكل كويس، أنا بعتبره مدرس ناجح جدا. ده من وجهة نظري. هل لازم التربية والكلام ده؟ لو كان خريج تربية يبقى خير وبركة، لكن لو مش خريج تربية وكان عنده الملكة ديت والأسلوب الكويس اللي يقدر يوصل بيه معلومة، يبقى خلاص، يبقى أنا بعتبره كويس جدا 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 ناجح. وياما خريجين تربية وما بيقدروش يوصلوا معلومة. وأنت حضرتك وأنت في الجامعة ممكن تلاقي دكتور جامعة ما بتفهمش منه، وممكن تلاقي دكتور تاني بتفهم منه، وممكن دكتور جامعه ما بتفهمش منه تلاقي المعيد بتاعه بتفهم منه. يبقى اذا اهم حاجه يوصل معلومه. طيب، عنده الملكه دي وبيجتهد ويحاول يشتغل والكلام ده، ايه المشكله فيها يعني؟ طالما بيعمل اللي عليه، ويوصل معلومه وبيجتهد، بيحاول يرفع من مستوى الطلبه. طيب، هل لازم يبقى عبقري عارف في كل حاجه؟ لا. هو اهم حاجه اللي موجود عنده، المنهج اللي موجود بيوصله، وبيحاول يجتهد في المنهج ويحاول يخلي الطالب يقدر يوصل للدرجه النهائيه، او يقدر يوصله لاعلى درجه فيها بكل الشغل والكلام ده. يبقى اذا راجل مجتهد وراجل ناجح. طيب، هيقول لي مثلا برضك زي ما اتقال كده، طب ما كل شغل لها ناسها. يعني انت دلوقتي حضرتك لو دكتور، اي حد ينفع يشتغل دكتور؟ اي حد ينفع يشتغل مهندس؟ اي حد يقدر يشتغل محامي؟ اقول له لا، مش اي حد. طب اشمعنى؟ هقول له حضرتك لان ديت غير دي. حضرتك كليه الطب اللي قاعد يدرس فيها 7 سنين كلها معلومات طبيه، كلها معلومات طبيه، مش فن بقى توصيل حاجه، كلها معلومات طبيه درسها في الجامعه. كذلك الهندسه، كذلك الحقوق، كلها معلومات اكاديميه، فبيشوفها في الشغل بتاعه، بينفذها. لكن انت حضرتك، انا مدرس بشوف منهج، انا بدرس المنهج اللي انا بدرسه ده بتاع ثالثه ثانوي وثانيه ثانوي واولى ثانوي وثالثه اعدادي وثانيه اعدادي والحاجات ديت بدرسهاش في الجامعه اصلا. انا بدرس مناهج تانية مش هي اللي بديها للطلبه، لكن المنهج اللي بدرسه ده كل الناس خدته. يعني اللي دخل كليه اداب خده، اللي دخل كليه تربيه خده، اللي دخل كليه علوم، اللي دخل كليه تجاره، كل دول خدوه، كل دول خدوا المنهج. فهي بس الفكره ان هو يقدر يذاكره ويحضره ويوصله للطلبه بس.
عنده الملكه دي بقى، عنده ربنا مديله الموهبه ديت، يبقى اذا الراجل واجتهد على نفسه واشتغل والكلام ده، يبقى اذا الراجل ناجح. يؤخذ عليه حاجات معينه ماشي، يعني يؤخذ عليه، بعض الناس بتاخد على الناس اللي مقفوره في الدعايات قوي، يعني زياده عن اللزوم. معلش، هو في البدايه هنا ما حدش يعرفه مثلا، هو مش في مدرسه او في غيره، فمش معروف، فبيحاول يستخدم، ياخد كل امكانياته، كل المتاح ليه، سواء بقى سوشيال ميديا، سواء اعلانات، سواء كذا، بيعمل اللي عليه، بياخد بالاسباب. ساعات بتزيد منه شويه ماشي، وممكن بيعمل حاجات في بعض الاحيان ممكن ما يكونش مقتنع بيها، بس هو بيقول لك السوق عايز كده فبنحاول. وبعد شويه هيعمل يعني فلتره على نفسه، وفي حاجات هيعملها وكان بيعملها مش هيعملها تاني. يعني لسه شباب، واكيد في بعض الاخطاء، يعني اكيد بعض الزلات عادي جدا، لازم يعني ايه، اي حد في بدايه شغله لازم يحصل فيه حاجات. فاذا حكايه كل من هب ودب ديت بيشتغل الشغل ده، مش كلام يتقال على ناس خريجين والكلام ده. بصراحه هم الناس ديت تحترم، لو ابنك او اخوك والكلام ده هتحترمه وتتمنى له كل الخير. فاحنا دلوقتي يعني وجهه نظري ان اي حد طالما عنده الملكه ديت وعنده الاهتمام وعنده كذا، يقدر ربنا يوفقه. وفي الاخر، في الاخر يعني بنحترم فيهم عملهم، ان هم يحاولوا يعملوا عمل حلال وياكلوا فيه عيش بالحلال، ويحاولوا يعني يكبروا نفسهم ويحاولوا بحاجه كويسه في ده، في الحلال، وده حاجه كويسه جدا جدا، ما تزعلش حد.